العراق بنسخة مونديالية ثانية للأسف كانت بأرقام سلبية أزعجتنا بشكل عام وأزعجت العراقيين بشكل خاص. نتابع. خسارة ثقيلة أزعجت العراقيين وخروج مخيب للآمال يا جليل. قضي الأمر وانتهى الحلم وظلت المواجع ستستمر في ظل التخبطات الموجودة في الكرة العراقية للأسف. شيء مؤلم. الحسنة الوحيدة اللي شفناها في هذه البطولة من خلال تواجد المنتخب العراقي هو الجمهور. هذا الجمهور الرائع الذي قطع آلاف الكيلومترات من أجل أن يحمل علم بلاده ويؤازر ويشجع ويضحي من وقته ومن ماله ومن جهده، ولكن بالامس مساعد ذكر ان يعني قد يكون المشاكل ما بين عدنان درجال ويونس محمود يعني اوصلت او كانت لها جزء في، لكن واضح ان المشاكل كثيره. رايك في هذه النقطه ما اثارها بالامس وكذلك بشكل عام لما تطرقنا له من مشاكل ازعجت العراقيين، واليوم العراقيين يعني لاول مره في دعم دائما في ظل ظروف صعبه لكن في ظهور عليه 1000 علامه استفهام. افضل الوصف هو لسان حال العراقيين. يقول في دارمي يقول عشنا على الامل والقيل والقال وكتبنا من الصبر كومه مواويل. مواويل الله. يعني اللي بتوصلنا مهما نتكلمنا الشق يعني عود. المشكله بانه تاملنا كثير فرحنا كثير خاصه بعد تهنا من الملحق وتاهل طويل يعني وتاهل صعب الكبير والصغير. يا اخي ليش ما تقول القرعه شويه ما انصفت العراقيين؟ القرعه كانت صعبه. القرعه احنا اللي اختاريناها، احنا اللي فرطنا بالتاهل المباشر قبل ما خسرنا مع فلسطين وتعادلنا مع الكويت مرتين. احنا لو تاهلنا مباشر كان مجموعه اخرى تختلف، ولكن هذا واقع. حدث اللي حدث وذهبنا الى المونديال بمنتخب مصاب بشلل رباعي. طيب ما بين الرئيسين ما ذكرت النقطه هذه ما بين الرئيسين. اجيك عليه عشان بروح للجماهير. الجماهير هي تعبر اكثر مني ومنك. نعم. بكل تاكيد بانه انت هل سمعت في كل دول العالم في كل اتحادات كل العالم هناك خلافات بين الاعضاء بين الرئيس والنائب يشر وينشر الغسيل امام الراي العام؟ مستحيل. هناك خلافات. طيب رايك فيها تنتهي لما انتشرت رايك فيها؟ هذا شيء غلط وتتحمل منظومه كره القدم السابقه والحاليه المسؤوليه، وايضا للاسف بعض المحسوبين على الاعلام من المبتزين والمتسولين لهذه المشاكل. لا مو لهالدرجه. نعم الاعلام وين الاعلام؟ لازم تحدد وين. هناك وين يعني هناك تحدد وين الاعلام. نعم وين في منطقه تحدد المنطقه وين. احكي لك بس قولي وين. لا انت قلت الاعلام وين؟ الاعلام العراقي الدخيل على الاعلام العراقي. هناك اعلام نزيه وشريف وضع مصلحة الوطن في المقام الأول. جميل. ولكن هناك متطفلي السوشيال ميديا مبتزي السوشيال ميديا المأجورين دخلاء على الإعلام. هذا كلام خطير. نعم دخلاء الإعلام مع احتراماتنا للبرامج المخلصة التي وضعت مصلحة الوطن فوق أي اعتبار. طبعا. هاي مشكلة. نعم. هاي مشكلة. يعني احنا فهمنا الديمقراطية في الرياضة ديمقراطية سائبة لا تحدها قيم ولا تحدها. يعني نعم جميل كلامك عميق. لكن الإعلام العراقي والجماهير العراقية دائما أعطتنا درس وأعطتنا مثال أن العراق هي الدائمة والعراق هي الأعلى في كرة القدم، ودائما ما تكون خلفها ودائما ما تكون داعمة مشجعة، والشعار هو الأعلى، ودائما تكون الجماهير العراقية خلف الشعار. عبرت منزعجة حزينة بعد هذا الخروج. نتابع. مشاركة بعد 40 عام كشفت إمكانياتنا، كشفت أنه إحنا شقد بعيدين بذيك الفترة اللي راحت عن مستويات المنتخبات العالمية. أنا أقول مشاركة لازم نتعلم منها للمستقبل ببناء جيل جديد وأسماء جديدة وتغيير بعض الأسماء اللي ممكن بالمستقبل راح تكون مع المنتخب. هاردك لكل الجماهير العراقية. ما كنا نتمنى أنه منتخبنا يخسر بهذه النتيجة. منتخبنا ما كان يعني يستحق يخسر ب5 أهداف عطفا على ما قدمه بأول مباراتين. أوكي الخسارة واردة وهذا أمر
منطقي وطبيعي، لكن اللي يعني خساره بنتيجه 5 أهداف نتيجه كبيره منتخبنا ما يستحقها. خساره مؤلمه للمنتخب الوطني العراقي، لم يظهر بالمستوى المطلوب، الطرد اثر بشكل كبير في هذه المباراه. يعني المنتخب العراقي هذه تعتبر أسوأ مباراه له في المجموعه. شيء اكيد المنتخب العراقي بعد اول مباراتين كان محبط، ويعني الاداء كان مو كلش قوي، بس المهم ان احنا شاركنا بكأس العالم وان شاء الله نطمح للقادم. يعني إن شاء الله من هذه المشاركة تكون درس والقادم أجمل للكرة العراقية وكذلك للكرة العربية. أبرز ما جاء في مواجهة أخرى انتصرت فرنسا من خلالها على النرويج انتصارا